هنعمل مقارنة ما بين اتنين عيانين جولي في العيادة، الاتنين عندهم قطع في الغضروف الهلالي الداخلي بتاع الركبة. واحد فيهم قلت له مالكش عملية، خد العلاج الأول، والتاني قلت له مالكش عندي علاج، لازم العملية. العيان الأولاني عنده 45 سنة، مهندس أعمال مكتبية، بيتحسن لما بياخد الأدوية. الفحص الطبي مطلع إن الركبة بالفعل فيها خشونة، فجزء من الوجع بتاع ركبته جاي من الخشونة مش من قطع الغضروف. فده لما ياخد علاج للخشونة ويقوي عضلات ركبته في التمارين المنزلية أو في العلاج الطبيعي أو في الجيم، الوجع اللي عنده هيتحسن بنسبة 70 80% وما يحتاجش يعمل المنظار. طيب العيان التاني 29 سنة، مدرب في جيم، ما عندوش أي خشونة في ركبته، ركبته مفيش فيها اي مشكله، كل الوجع متمركز على مكان الغضروف الهلالي، والقطع اللي عنده كبير مش صغير. العيان الاولاني زي ما قلنا ياخد ادويه للخشونه وعلاج طبيعي هيتحسن. العيان التاني مش محتاج اصلا علاج طبيعي، ان ركبته قويه والعضلات اللي فيها قويه بحكم ان هو مدرب في الجيم. رقم اتنين مش محتاج دواء للخشونه عشان هو ما عندوش خشونه اصلا، فده هيبقى علاجه ايه؟ مسكن. عشان يعمل ايه المسكن؟ يقلل الوجع، فبعدين المسكن يخلص فالوجع يرجع تاني زي ما كان. لا، ده اللي اتعملت له العمليه. يبقى ده العيان اللي لما نعمل له العمليه ونصلح له قطع الغضروف والغضروف ان شاء الله يلتئم، تنتهي المشكله ويدعي لنا. طب يبقى الخلاصه من الفيديو ده ان الاتنين عيانين عندهم قطع في الغضروف الهلالي، والاتنين معاهم اشعاعات رنين، والاشعاعات الرنين الاتنين بيقولوا ان في قطع في الغضروف. لكن واحد فيهم خدنا قرار العمليه بناء على الفحص الطبي للعيان في العياده، والتاني قلنا لا بلاش العمليه برضه بناء على الفحص الطبي للعيان في العياده. مش كل العيانين بيحتاجوا العمليات، بنحدد العيان محتاج ايه لما نشوفه ونقابله ونفحص له ركبته. افتكر دايما انك هتعيش مره واحده، حاول تعيشها بصحه وسعاده على قد ما تقدر، وافتكروا دايما ان الامل موجود. سلام عليكم.